وبدات ترسم نجمه خماسيه على شكل دايره، وحطت شمع وولعته. ساعتها ركعت وقلت لها انا خدامك، كل اللي تقولي عليه هعمله. فتحت عيني ومسكت دراعاتها ورجعت في وشها دم. حاولت تهرب مني ما عرفتش، واقفه وراهم وعينيها سودة وكانت مخيفه جدا. جري ساندي وهربت، لكن فضل نوح اخوها. وساندي كانت كل ما تكرر آية الكرسي كانت عليها بتولع اكتر، وكانت بتتألم وبتصرخ جامد قوي. وفجأة ساندي لقت الجن حضنها ونزل بيها تحت الارض. ما تروحش في حتة، النهارده في عظمه. كنت قاعد سرحان في صورة مراتي وبنتي، وكنت حزين لحد ما الباب خبط، ورحت افتح وانا مشيتي بطيئه جدا ناحيه الباب. لقيتها زهره، وقلت لها وصلت في ميعادك يا زهره. قالت لي المهم تكون جاهز وكل حاجه موجوده حسب طلبي. وقلت لها ما تقلقيش، خشي بس. تحبي نكون في مكان واسع ولا مش فارقه معاكي؟ لقيتها بتبص بطريقه غريبه على شمالها. بصيت لقيته باب البدروم. قلت لها ماله الباب؟ بصيت له عينيها مبرقه وعينيها كلها كانت شر. قالت لي المكان ده كويس، ودخلت وبدات ترسم نجمه خماسيه على شكل دايره، وحطت شمع وولعته. وانا كنت واقف مرعوب، كنت خايف جدا وانا ما كنتش مبين. لكن الغريبه حطت بخور في نص الدايره ريحته وحشه قوي، ولقيتها جابت راس كبش وحطتها على البخور. وانا كنت مستغرب وخايف جدا. وزهره قالت لي هات الحاجه اللي انت حضرتها. هزيت دماغي وقلت لها حاضر. طلعت من الشنطه اللي كنت محضرها لها حبه شعر وفلوس. ساعتها كانت بتكتب طلاسم على ورقه بيضه. خدت مني الشعر وحطيته جوه الورقه. لكن الغريب انها بلعتها وقطعت حته من شعرها ولفتها على صباعها وحطيتها في بقي وقالت لي ابلع. قلت لها طب وليه؟ انا مالي؟ اعمل كده ليه؟ برقت لي وهزت دماغها ومن غير تفكير بلعت الشعر. قلت لها طب وليه كده؟ انا مالي بالمواضيع دي، مش عايزه صوت. فين الفلوس؟ قلت لها موجوده. وفتحت الشنطه جبت منها الفلوس واديتها لها. لكن هي اتجننت، خدت مني الفلوس وولعت فيها، بقت ترميها على النجمه الخماسيه. قلت لها انت ايه اللي بتعمليه ده؟ انت اتجننتي؟ انا طلعان عيني ومديون عشان اجيبهم لك. وفي لحظه لقيتها طلعت سكينه وجرحتني في ايدي، وخدت من ايدي الدم بقت تحطها على راس الكبش. وقلت لها انت بتعملي ايه؟ انت كده بتاذيني. انا كنت واثق انك مش عاوزها، انت مش فاهمه حاجه وبتضحكي عليا. وكنت مركز في الجرح بتاع ايدي، لكن سمعت صوت غريب، نفس ما كانش طبيعي. ببص على زهره لقيتها طايره في الهواء وماسكه راس الكبش. لكن الغريبه الكبش عينه كانت مدمعه وكان بيفتحها ويقفلها كانه حي بالظبط، مع انه اصلا ميت وراسه بس اللي مع زهره. هنا تنحت وخفت وكنت عارف اني دخلت سكه ملهاش رجوع. ساعتها ركعت وقلت لها انا خدامك، كل اللي هتقولي عليه هعمله. وغمضت عيني من الخوف، ما كنتش عارف اعمل ايه. فتحت عيني وببص لقيت فلوس في كل مكان، فلوس نازله من السقف. حتى الشنطه اللي كان فيها 10,000 جنيه وولعت فيهم. لقيت الشنطه مليانه فلوس، مليانه على اخرها، وكانت بتزيد. ما كنتش مصدق نفسي، لكن صدقت الجن. وهنا سمعت صوت الكبش، كان صوته عالي جدا. ولقيت زهره بتتكلم بصوت تخين قوي، اول مره اسمعه منها. افتكر يعني انك عملت العهد معايا وهتكون ملتزم بيه، عن يسر او عسر. اطلب واتمنى. فلوس، انا عايز فلوس، هات لي فلوس. في فلوس كتير مستنياك، مش دول وبس. وقت ما تخطي في اي مكان هتلاقي فلوس. انت من النهارده عبد عندي واعدميك. وفعلا اخدت فلوس وجريت، ما كنتش مصدق. ومن الفلوس فتحت شركه عقارات كبيره قوي، وكل الجرايد والمجلات كانت بتكتب عني، زي استثمار رجل الاعمال هاني حسنين في العقارات. هاني مفتاح الاستثمار للنجاح، السكن الامن مع هاني. ونفس الاخبار كتبت عني اني مراتي ماتت منتحره، واني اتجوزت ممثله مشهوره جدا. ولكن اخر الاخبار كانت سلبيه، اني افلست وخسرت كل ما املك، ودخلت المستشفى وانا فقير. وبنتي عرفت الخبر وما كانتش هتيجي، جت بسبب زن اداره المستشفى عليها عشان تيجي تشوفني. وساندي جت المستشفى ولقيت هناك مرات ابوها الممثله المشهوره موجوده هي وعيالها، وكلهم دخلوا سوا عندي. والدكتور كان موجود، كان بيشرح لهم حالتي. قال لهم ان عندي سكته دماغيه ناهيك عن كل الحبوب اللي في جسمي اللي ما بتتعالجش، لانهم مش عارفين من ايه
هو الحبوب دي عباره عن ايه؟ ساندي كانت واقفه بتبص عليا وسرحانه. الممثله المشهوره وعيالها قالوا هنسيبك مع باباكي. وبنت مرات ابوها علياء قالت لها حظك حلو، كاتب لك البيت الوحيد اللي اتبقى له باسمك، لكن احنا مش هنحلك. وسابتها وطلعت بره الاوضه. بنت ساندي بصت لها لكن ما اهتمتش بكلامها، وفعلا كانت قاعده لوحدها معايا، وكانت بتبص لي وقالت لي افرح فيك دلوقتي ولا احزن عليك؟ بس انا مش شايفه حتى فيك نفس ان اشمت فيك. انت اب ظالم، من ساعه ما اتجوزت الست دي وانت حياتك كلها باظت. سايبني في الشارع مرميه بقالي 10 سنين، ما فكرتش تشوفني. وفي الاخر اسمي بنتك. وفجاه النور قطع واشتغل كشاف الطوارئ صغير. وساندي بصت لي وقالت لي وشك فقر، اقل حاجه تتعمل معاك. وفجاه ساندي حست بصوت غريب، شافت حد اسود وكان رفيع قوي، وعينه كانت طويله زي البلح. كان شكلها غريب وكان في ريحه وحشه قوي، كانت ريحه زفاره، ده غير الدخان ناهيك عن الدبان اللي كان في كل حته. ساندي خافت وصوتت، ما كانتش عارفه تتصرف ازاي. والكائن الاسود ده او الجن كان بيقرب منها ببطء وكان بيقول بنت عبدي بنت عبدي. وساندي كانت بتصرخ ومن الخوف ما عرفتش تتحرك. وانا فجاه رغم ان عندي سكته دماغيه فتحت عيني ومسكت ايديها، وكانت بتحاول تهرب مني لكن ايدي كانت ماسكه ايديها واستحاله تتحرك. وساندي كانت بتبص ناحيه الجن اللي كان جاي عليها ببطء، ومن كتر اصوات ساندي اغمى عليها. ولما فاقت لقت اللي ماسك ايديها الجن مش انا. صرخت بقهرة، فجاه صحت من غفله، اقصد حلم، لا كابوس. ولقت نفسها قاعده على السرير جنبي، ومن صوت الصريخ جت مرات ابوها وعيالها. علاء راحت عندي وبصت في وشي وقالت لها ابوكي ماله؟ كنت بتصرخي ليه؟ ما هو متلقح زي ما سبناه، مالك في ايه؟ وفجاه فتحت عيني ومسكت دراعاتها ورجعت في وشها دم. حاولت تهرب مني ما عرفتش، ومن الصدمه ما حدش قرب على طول وحاول ينقذها مني، والدم اللي طلع من بقي دخل جوه بقها. طبعا رجعت وكانت بتصوت بهستيريا، والدكاتره والامن جم والامور هديت. رحت انا الانعاش وهم روحوا، وساندي وهي مروحه قالت البيت ده حقي، مش هسيبه لمرات ابويا تحت اي ظرف. وساندي كان معاها من زمان نسخه من مفتاح البيت اللي ابوها سابه لها. وساندي قالت كفايه 10 سنين كنت نايمه في الشارع، كفايه لحد كده، هاخد حقي، هقعد في البيت. والبيت كان موجود في قريه اسمها ابو حطيط في ابو حماد. سافرت ساندي ولما شافت البيت قالت ياه عدى 10 سنين هوا، يا ترى كل حاجه زي ما هي. ولما ساندي دخلت البيت لقت كل حاجه زي ما هي، بس طبعا التراب في كل حته. انت بتتكلم في 10 سنين. وقعدت تلف في البيت لحد ما وقفت قصاد باب البدروم، لقت على الباب 7 اقفال، ده غير الورق اللي مكتوب عليه باب جهنم. وفجاه سمعت صوت زي ما يكون في حد بيتكلم مع حد. اتسحبت ومشيت ناحيه الصوت عشان تشوف مين اللي بيتكلم. لقت مرات ابوها وعيالها، لقيتهم بيتكلموا بيقولوا احنا معناش فلوس خلاص، لازم ناخد البيت ده باي طريقه، لازم ناخده منها ونبيعه. هنا ساندي ظهرت ليهم وقالت لهم بجد ما تاخرتوش. مرات ابوها بصت لها وقالت لها الحربايه وصلت قبلينا. ساندي بصت لها بغضب وقالت لها عمري في حياتي ما حسيت انك امي ولا هتكوني، انت اوحش ست عملتني في حياتي. قالت لها انا حاسه بالصدمه اللي انت فيها، وحاسه ان ابوكي هيموت وهتكوني لوحدك، فمش هحاسبك دلوقتي وهعدي لك كلامك لانك تعبانه نفسيا. هنا ساندي كانت هتموت من الغيظ لكن سابتها وطلعت اوضتها القديمه. وساندي كانت بتدور في الاوضه على اي ورق ملكيه للبيت. وهنا علياء بنت مرات ابوها قالت لاخوها نوح كسر باب البدروم ده يمكن نلاقي فيه ورق مهم. قال لها ورق مهم زي ايه يا علياء؟ قالت له اوراق ملكيه، فلوس، كسر وانت ساكت. واديته الشاكوش. بص لها وقال لها هو مفيش غيري في البيت ده؟ ما تكسريه انت. قالت له امال الراجل ايه وبتاع ايه؟ ده انت الراجل الوحيد اللي معانا في البيت كله، كسر يا عم كسر. ولما نوح راح عند الباب لقى ورق مكتوب عليه باب جهنم. وقال لعلاء اخته ايه ده؟ ايه الكلام ده؟ قالت له يا عم عيب عليك، ده انا بنتي ومش خايفه، ما تكسر يا عم بقول لك. وفعلا نوح كان بيكسر ال7 اقفال وفعلا فتح الباب. هنا طلع ريح قويه جدا لدرجه انها وقعت نوح في الارض. علياء قالت له ايه ده؟ هو الهوا وقعك؟ انا مش عارف اقول لك ايه، انت اوفر قوي بالذمه، انت راجل، انت راجل وهتساعدنا؟ نوح بص لها وما رضيش يرد عليها. وفي نفس الوقت شباك اوضتي في المستشفى اتفتح ودخلت ريح قويه، والاجهزه اللي كنت عليها في الانعاش كلها زمرت زي ما يكون رجعت سليم زي ما كنت. هنا قدرت افتح عيني وفوق، لكن حسيت ان في حاجه في زوري، ما كنتش عارف اتنفس، ورجعت دم وبحط ايدي في بقي عشان اشوف ايه اللي في زوري. لقيت شعر، ايوه شعر، وغالبا كده الشعر ده اللي بلعته لما كنت فقير
ساعة القربان، وكان الشعر بيحاول يخنقني، كان بيطلع من بقي ببطء وكنت بكح، ما كانش في مخرج لاقي نفس. وجات الممرضه لما سمعت صوت الاجهزه ولحقتني وقالت لي ايه ده؟ انت فقت ازاي؟ وجبت الشعر ده منين؟ وفي نفس الوقت نوح بيقول لامه ماما فتحت لك البدروم اهو، لكن ريحته وحشه وكله ضلمه، هتعوزي ايه من المكان ده؟ قالت لي يا نوح انت ما بتفهمش، ممكن نلاقي فلوس او اي ورق لاي املاك. وسد من كتر خبط نوح على باب البدروم نزلت من اوضتها وقالت في ايه؟ ايه الخبط ده؟ مرات ابوها قالت لها وانت مال امك، اطلعي اوضتك تاني، مش عايز اشوف وشك. ومن بعد ما شتمتها حصل حاجات غريبه، في حد مسك رجل مرات ابوها وكان بيسحبها للبدروم. ساندي واولاد مرات ابوها كانوا بيصرخوا من الخوف، وهي كانت بتعافر عشان ما تنزلش البدروم وحد يسحبها، لدرجه ان ضوافرها اتكسرت في الارض من كتر ما بتعافر. وساندي ونوح حاولوا يساعدوها، لكن الموقف كان صعب جدا، الجن كان اقوى بكتير. وفعلا اتسحبت في البدروم وسمعوا اصوات اهات غريبه جدا، صوت حد بيتألم بشكل غير منطقي. بنتها جريت على باب البدروم وقالت لها ماما انت فين يا ماما؟ ايه اللي حصل لك؟ فجأة امها طلعت من العدم وكان شكلها غريب، مسكت ايد بنتها وفضلت تعض فيها، ده غير الخرابيش اللي ظهرت في كل جسمها بطريقه عشوائيه. وبنتها كانت بتصرخ بتقول لها ليه يا ماما؟ بتعملي فيها كده ليه يا ماما؟ وساندي عشان تنقذ البنت ضربت مرات ابوها بالشاكوش موتتها. نوح قال لها ايه ده؟ انت قتلتي ماما؟ لا دي ما كانتش ماما. وساندي كانت في حاله ذهول، وطبعا ساندي ما تقصدش، هي كانت عايزه تنقذ علياء مش اكتر. وماتت مرات ابوها ما كانتش بتتحرك، وكله كان بيبص لبعضه. ونوح قال اكيد دي مش امي ما تاذيناش، انا خايف قوي، انا مش عارف ايه اللي بيحصل في البيت ده، يلا بينا نمشي من هنا. فجاه امه صحيت من تاني والشاكوش في دماغها، وطلعت على الحيطه وقفت عند ركن السقف، وكان بينزل من بقها شعر لحد الارض. وقالت الثروه قربانها الارواح، واختفت. وكلهم جالهم هيستيري صريخ وعياط، وما كانوش فاهمين في ايه ولا مين دي. وعدى وقت والهدوء كان في كل مكان في البيت، وكانوا خايفين يطلعوا بره البيت ويهربوا، لان طبعا دي قريه والارياف بالليل بتبقى مرعبه. ساندي قالت لا بره ضلمه، ما نعرفش ايه اللي ممكن يحصل، خلينا في البيت امن. فجاه كان في ريحه وحشه ظهرت من تاني، ده غير الدبان اللي كان موجود في كل اركان البيت. وهنا النور قطع، والخوف والهلع كان طريقهم، والنور جه بعد دقيقه من الخوف والعذاب والقهر. لكن الريحه الوحشه راحت والدبان اختفى. هنا نوح قال لساندي هي علياء فين؟ مش موجوده ليه؟ ساندي قالت لنوح انا ما اعرفش، ما انا واقفه معاك اهو، هعرف منين يعني؟ نوح قال لساندي انا مش عارف هي راحت فين، لكن كل اللي عارفه ان انا هموت هنا ومش هطلع بره البيت ده الا ميت. ساندي قالت له اهدى، احنا الاولى دلوقتي نفكر في اي مخرج من اللي احنا فيه. وساندي ونوح اتفقوا هما الاثنين انهم يدوروا في البيت كله على اي ورق يفهمهم ايه اللي بيحصل بالظبط. وفعلا كانت الصدمه الكبيره انهم لقوا كتب سحر، وكانت موجوده في الاوضه بتاعتي، منها كتاب العزيف والعهود السلمانيه السبعه. وساندي قالت ليه بابا يعمل كده؟ ليه بابا يقرا في كتب زي كده؟ نوح لقى كتاب مفتوح مكتوب فيه ساحرات الظلام بيبيعوا جسدهم للجن مقابل انهم ياخدوا خدمات وقوه خارقه. نوح بص لساندي وقال لها تفتكر ابوكي تعرف على واحده من ساحرات الظلام دول؟ هنا ساندي لقت الورق بتاعي واللي كان فيه رسومات تشبه للجن بالظبط. ساندي لقت تاريخ جنب كل رسمه رسمتها، والتاريخ ده كان مع بدايه ظهور الفلوس معايا. قالت يعني ايه؟ بابا ممكن يكون يستخدم واحده من ساحرات الظلام عشان تديله فلوس، وبالفلوس دي عمل اكبر اسم في العقارات. يا نوح طب هو ليه افلس بعد كل الفلوس دي كلها؟ ايه اللي يخليه يبقى فقير تاني؟ هنا حسوا بوجود حد معاهم في الاوضه. نوح وساندي بصوا لبعض، لقوا علياء واقفه وراهم وعينيها سودة وكانت مخيفه جدا. جري ساندي وهربت، لكن فضل نوح اخوها. قالها علياء انت عينك عامله كده ليه؟ انا نوح اخوكي، مالك في ايه بس يا علياء؟ علياء طلعت عروسه من عدم وقالت عليها كلام مش مفهوم، ونوح كان بيتوسل ليها اهدي يا علياء، انا اخوك، انت عامله كده ليه؟ اوعي تاذيني يا علياء. وعلياء قرت على عروسه صغيره كلام مش مفهوم، وصوت ضحك علياء كان في كل مكان، ما كانش صوتها ولا كانت هي. وعلياء رفعت ايد العروسه اللي كانت معاها، ونوح ايده اترفعت غصب عنه، وزي ما يكون اللي بتعمله في العروسه بيتحقق في نوح. وهنا علياء كسرت ايد العروسه ونوح ايده اتكسرت. وهنا نوح صرخ وقال لها ارحميني، انا ما عملتش ليكي حاجه وحشه. ونوح حاول يجري منها عشان ما يتاذيش اكتر من كده، قال لها الرحمه يا علياء، ما تاذينيش، انا اخوك يا علياء. لكن علياء كسرت رجل العروسه، وطبعا رجل نوح اتكسرت. ساندي هنا شافت اللي حصل وكانت في صدمه، ما كانتش عارفه تعمل له ايه، ما كانتش عارفه تصد شر علياء ازاي. نوح قال لها انت مالك يا علياء؟ انت ايه اللي حصل لك؟
انا رجعت للجن وبقيت عبد عنده، وطلب مني قربان، وانت قربان. هنا علياء مسكت رقبة العروسة وخنقتها وفصلتها ومات نوح. وهنا ساندي اغمى عليها من اللي شافته، ولما فاقت لقت نفسها في البدروم وعينيها كانت مزغلله، وشافتني وانا نازل البدروم ولقت واحده مستنياني كان شكلها غريب. قالت لي هاني فين المطلوب؟ وقلت لها انا مش هقدر المره دي، مش هقدر. قالت لي ما انت قدرت قبل كده، وقلت لها لا ساندي بنتي مش هعمل اي حاجه تاذيها. قالت لي ما انت عملت قبل كده مع مراتك خلود وسلمتني المطلوب منك، ضحيت بمراتك عشان الثروه وانا وفيت بعهدي معاك، لكن انت كده خذلتني وعليك دين ليا، وعقابي ليك عذاب من غير موت. وقلت لها خلاص خلاص. واديتها خصلة شعر ساندي زي ما طلبت، خدته مني وراحت على نجمه خماسيه كانت معموله من الدم وشمت الشعر. قالت لي هاني انت فاكرني غبيه؟ ده مش شعر ساندي. وقلت لها ايوه بنتي مش هقدمها قربان زي مراتي خلود، اخليها عايشه. انا خلاص مش عايز فلوس، انا عايز بنتي تعيش، انا عايز اكون فقير. وضربتها بالسكينه وهي بتدافع عن نفسها، شدت جزء من شعري خدته وحطيته في ورقه الطلاسم وبسرعه بلعته. وانا من وجع شعري ما كنتش عارف اعمل ايه، كنت مذهول باللي حصل. لقيت بقها بينزل دم وقالت لي هفاجئك، هتخسر كل حاجه حتى جسمك، استعد للموت. وفجاه كل حاجه اختفت وساندي بقت لوحدها من تاني. وظهرت علياء بعينها السوداء وكانت جايه ناحيه ساندي، وساندي قرت آية الكرسي وبقت تكررها كتير. وهنا علياء كانت بتتحرق. لا لا يا ساندي، هتضايق منك، هرجع لك تاني يا ساندي. وعلياء فعلا اتحرقت وكانت بتقول راجعه للانتقام راجعه للانتقام. وساندي كانت كل ما تكرر آية الكرسي كانت علياء بتولع اكتر وكانت بتتألم وبتصرخ جامد قوي. وطلعت ساندي جري من البيت وكانت حوالي الساعه 3 بالليل. هنا ساندي سمعت صوت عالي قوي بيقول الموت في اعماق الارض. وفجاه ساندي لقت الجن حضنها ونزل بيها تحت الارض. شرشة لا يستسلم ابدا، وساكون بجوارك مهما ذهبت. ليس لك مفر ولا يوجد مأمن لك الا ان تكون معي وعبدي. يا رب قصه وعد ابليس تكون عجبتكم، وخلي بالكم الكلام ده بيحصل بجد. في ناس بتتنازل عن الاخره مقابل الدنيا، وبتكفر بربنا مقابل الفلوس، وبتعبد ابليس مقابل الخدمات، وده كفر باين نهايته النار. ويا ريت كل الناس تعمل منشن لاصحابها عشان يشوفوا القصه. وعايز كومنت لكل حد شاف القصه يقول لي عجبته ولا لا، مش عايز اي حد يستهون بالقصه لانها حصلت وبتحصل.